السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل أو مساء العناب. إيه اللي حصل في سوريا؟ إزاي البلد اللي كانت تحت حكم أسرة الأسد لأكثر من 50 سنة شافت واحدة من أكبر الثورات في التاريخ الحديث؟ الثورة السورية اللي بدأت بحلم الحرية والنهاردة بتكلل بحدث تاريخي، سيطرة الثوار على دمشق. حلقة النهاردة مش مجرد تحليل، دي رحلة زمنية هنمشي فيها من أول يوم في الثورة لحد اللحظة اللي وقع فيها النظام السوري. خليك معايا للنهاية عشان نعرف مع بعض مين الكسبان ومين الخسران في القصة دي. الحكاية بدأت في مارس 2011 لما شوية شباب من درعا كتبوا على الحيطان: الشعب يريد إسقاط النظام. فاكرينها؟ الشرارة دي ولعت البلد كلها، الناس نزلت الشوارع تهتف حرية حرية، الرد كان بالرصاص، أطفال ستات رجال مفيش فرق. النظام قرر إنه يكسر الشعب بالقوة. السوريين ما استسلموش، الاحتجاجات تحولت لانتفاضة مسلحة، ومع الوقت البلد بدأت تتقسم، مناطق مع النظام وأخرى خرجت عن سيطرته. الثورة بدأت بحلم بسيط وبقت حرب أهلية طويلة، وسوريا تحولت لنقطة صراع دولي ساخنة. في الواقع سوريا بقت ملعب لدول كتير. روسيا، ودي كانت أكبر الداعمين للنظام. لما الجيش السوري كان هيقع، الروس سندوه بالطيارات والصواريخ الحديثة مقابل قاعدة جوية في حميميم جنوب شرق اللاذقية، ودي كانت لأجل غير مسمى وبدون أدنى مقابل. قاعدة طرطوس البحرية، ودي كانت لمدة 49 سنة من بداية عام 2017. إيران، ودي ضخت مليارات الدولارات ودفعت ميليشيات زي حزب الله ومقاتلين من الحرس الثوري الإيراني للقتال بجانب الأسد. أمريكا، ودي بقى دعمت مجموعة معارضة زي الأكراد والأشوريين في صورة جيش قوات سوريا الديمقراطية اللي سيطرت على مناطق النفط والغاز كالمعتاد في مناطق الشمال الشرقي من الأراضي السورية شرق نهر الفرات. لكن الولايات المتحدة كانت حذرة في تدخلها المباشر. دول الخليج وخصوصا الإمارات وقطر، وكان دعمهم للمعارضة السورية موجود، لكن للأسف الدعم قل مع الوقت. تركيا، دي بقى كان ليها دور كبير في دعم المعارضة المسلحة في إدلب والسيطرة العسكرية على أجزاء كبيرة من شمال سوريا. دلوقتي بقى خلينا نفتكر مع بعض الوضع السوري من منتصف سنة 2023 إلى منتصف عام 2024، يعني بشكل أكثر توضيحا في الفترة ما قبل طوفان الأقصى وحتى قبيل الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني في إبريل 2024. في منتصف سنة 23 البلد كان شكلها مستقر ظاهريا، النظام موجود، المعارضة مشتتة، والأطراف الدولية زي ما تكون ركنت الملف السوري شوية. ده احنا شفنا الأسد بيظهر في اجتماعات جامعة الدول العربية، ده حتى أردوغان غير في نبرة الحديث عن الأسد. لكن تحت السطح كان في غليان، عمليات صغيرة للمعارضة في الجنوب، احتجاجات في مدينة السويداء في أغسطس 2023 واللي اتكررت تاني في نفس الشهر 24، حالة من الاستياء الشعبي بسبب الأزمات الاقتصادية، واللي بان مع زلزال فبراير 23 اللي ضرب سوريا وتركيا قد ايه النظام بدأ يضعف. كمان في تأثير الحرب بين حزب الله وجيش الاحتلال على المشهد السوري اللي كان بالتأكيد حلحلة للوضع في سوريا، واتولدت مع الحرب اللي بدأت بين حزب الله وبين جيش الاحتلال في أواخر 23 واشتعلت بعد أحداث البيجر في سبتمبر 24 نقطة تحول حقيقية للأحداث. حزب الله اللي كان سند رئيسي للنظام السوري اضطر انه يسحب كتير من قواته أو كلها للقتال في لبنان، وده أضعف من دعمه للنظام. مش بس كده، لأ، ده كمان قوات جيش الاحتلال زادت من قصفها لمواقع عسكرية سورية وإيرانية ونقاط تمركز لميليشيات حزب الله في سوريا، مما أضعف قدرات النظام العسكرية. التغير ده شجع المعارضة السورية على التحرك بعد سنوات طويلة من الجمود، وده كان طرف الخيط اللي تلقفته تركيا واللي كانت من أكتر اللاعبين تأثيرا منذ البداية. أردوغان دعم المعارضة وشكل مناطق عازلة في شمال سوريا لحماية حدوده من خطر الأكراد. لكن تركيا لعبت سياسة مزدوجة، من ناحية هي بتدعم الثورة والمعارضة، ومن ناحية أخرى هي بتستخدم الملف السوري للضغط على أوروبا وروسيا. الهدف الأساسي كان حماية أمنها والاستفادة سياسيا من أي تسوية. نيجي بقى للي حصل في نوفمبر 2024. المعارضة السورية المسلحة أسست في 2019 ما عرف بغرفة عمليات الفتح المبين، واللي كانت مسؤولة عن تنسيق العمليات العسكرية في الشمال السوري، واللي تلاها في 2023 تشكيل ما عرف بإدارة العمليات العسكرية، واللي ضمت هيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام والجبهة الوطنية للتحرير ومجموعة الحزب التركستاني.
وفي 27 نوفمبر بتشن إدارة العمليات العسكرية هجوم مفاجئ على مدينة حلب اللي كانت تحت سيطرة النظام من 2016. هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى نفذت خطة معقدة استطاعت السيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة حلب بشكل مفاجئ وسريع. الجيش السوري خسر عشرات الجنود وانسحب تحت ضغط الهجمات المتزامنة. بعد حلب المعارضة ابتدت تطور الهجوم بتاعها جنوبا، وحماة كانت المحطة التالية. من بعدها سقطت حمص، والسيطرة على حمص أدى إلى قطع خطوط الإمداد ما بين دمشق وما بين المناطق الساحلية، وده شل حركة النظام تماما. وفجأة وفي 8 ديسمبر المفاجأة الكبرى، الثوار بيدخلوا دمشق بدون مقاومة تذكر. العاصمة اللي كانت شبه مهجورة من القيادات العسكرية الكبيرة بعد هروب بشار الأسد على متن طائرة خاصة إلى وجهة غير معروف. ويجي هنا السؤال، كيف سقط نظام الأسد؟ إزاي نظام بيواجه ثورة لأكثر من 13 سنة يسقط في مجرد 10 أيام؟ لكن خلينا نسأل السؤال أو نطرح الإجابة بشكل مختلف. إن الأمر أبدا ما كانش وليد معارك استمرت ل10 أيام. مش ممكن أبدا نتخيل إن ال10 أيام دي ممكن تختزل وتلخص مسيرة ثورة استمرت لأكثر من 13 سنة. انهيار النظام بدأ من فترة طويلة ومن الداخل. انشقاقات في الجيش، انهيار اقتصادي غير مسبوق، واستنزاف لحلفائه الإقليميين والدوليين مع الوقت. الشعب السوري اللي صبر لأكثر من 13 سنة كان هو عامل الحسم اللي خلى سقوط الأسد مسألة وقت. لكن بالتأكيد من العوامل اللي شكلت سرعة للانهيار وانهيار بشكل مفاجئ للنظام السوري هي المواقف الراهنة لكل من روسيا وإيران، اللي كانوا هم أهم الداعمين لنظام الأسد، واللي خففوا دعمهم في الفترة الأخيرة بسبب أزماتهم الداخلية والخارجية. روسيا اللي وقفت في مواجهة أوروبا والناتو عسكريا على أرض أوكرانيا من بداية سنة 2022، الدب الروسي اللي سمعته العسكرية أصبحت على المحك واقتصاده بدأ يقن، وإيران اللي كشفت مواجهتها الأخيرة المباشرة أو بالوكالة لدولة الاحتلال هشاشة عسكرية واستخباراتية كبيرة قوي الحقيقة. وعلشان كده لما نظام الأسد وقع تخلوا عنه تماما. طيب خلينا نشوف مين أكبر المستفيدين والخاسرين من المستجدات في المشهد السوري. بالتأكيد نظريا المستفيد الأكبر هو الشعب السوري اللي أخيرا شاف حلمه بيتحقق. كمان في أطراف زي تركيا اللي زودت نفوذها في شمال سوريا، المعارضة المسلحة اللي استرجعت قوتها ووجودها على الأرض وأصبحت المتحكم الأكبر في الشأن السوري على الأرض دلوقتي. لكن للأسف في مستفيد تاني وبشكل كبير هو جيش الاحتلال اللي مش بس أسقط نظام معادي ولو نظريا على حدوده، لا كمان بيقطع رجل عدوه الإيراني من المنطقة تماما، وبيمنع الإمدادات عن ميليشيا حزب الله اللي هيمنع محاولاتها لإعادة البناء، وده بيديه قدرة أكبر للأسف على التركيز في عملياته العسكرية في القطاع وفي الضفة. مثلا شفنا قوات الاحتلال بتتقدم 14 كيلو للأمام من المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، وبتحتل نقط مراقبة تركها الجيش السوري بعد سقوط النظام. يا جيش النظام يا ابن الأسد. أما الخاسرين فبالتأكيد أكبر الخاسرين هو نظام الأسد اللي انهار بعد سنوات طويلة من الحكم القمعي الطائفي، إيران، واللي خسرت حليف استراتيجي. إيران مش بس خسرت حليف، إيران خسرت تقريبا كل مخططاتها في الشرق الأوسط واللي عكفت عليها لأكثر من 40 سنة. الهلال الشيعي انهار تماما. الحبل السوري اللي كان بيشيل الإمدادات الإيرانية لميليشيا حزب الله الشيعية في لبنان اتقطع بخروج سوريا عن السيطرة الإيرانية، وده اللي بيجي مباشرة بعد الضربات اللي تلقاها الحزب وكبدته خسائر كبيرة جدا عسكريا وسياسيا. وروسيا واللي فقدت نفوذها في المنطقة وربما كمان تفقد قواعدها على الساحل السوري الغربي، أو ربما لا، على حسب الاتفاقات اللي هتتم بعد سقوط الأسد، أو ممكن تكون تمت قبل 27 نوفمبر، اللي ممكن يبرر لنا شوية التخلي الروسي الصامت والمريب والسريع عن نظام الأسد. لكنه بالرغم من سقوط النظام ولأن الدنيا دايما مش لونها بامبي، فالتحديات لسه موجودة. عندنا تحديات كتيرة، أولها طبعا تحدي إعادة بناء الدولة. سوريا محتاجة دعم دولي ضخم لإعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد السوري. الوحدة الوطنية، ودي نقطة تانية مهمة جدا، واللي لازم تتجاوز الانقسامات الطائفية والعرقية اللي زرعها النظام الغابر على سبيل فرق تسد. كمان عندنا نقطة التدخلات الخارجية، من التدخلات الخارجية هل هتستمر الدول في استغلال سوريا لتحقيق مصالحها؟
هنشوف احنا قدام طريقين، سيناريو ايجابي وسيناريو سلبي. السيناريو الايجابي وده طبعا اللي نتمناه، وده هيبدا بتشكيل حكومه انتقاليه تحقق الاستقرار والمصالحه الوطنيه وتسلم البلاد بعد 18 شهر لقياده منتخبه، وبعد ما يقدروا يجاوبوا على السؤال الابدي الكامن في سرمديه الانا، الانتخابات الاول ولا الدستور. اما السيناريو السلبي لا قدر الله فهو صراعات على السلطه، وبالطبع هتكون صراعات مسلحه وتدخلات جديده تؤجل عوده الاستقرار، واننا ممكن نشوف معاها سيناريو بلقنه سوريا، وده هيجي معاه تقسيم رسمي للدولة لأنها في الحقيقة مقسمة على الأرض حاليا. بلقنة سوريا يعني تحويلها إلى مجموعة من الدولات الصغيرة زي ما شفنا في يوغوسلافيا ومنطقة البلقان في بداية التسعينات بعد انهيار الاتحاد اليوغوسلافي السابق في بداية التسعينات. الخوف الأكبر من إعادة إنتاج تجربة المجاهدين في أفغانستان أو أفغانة سوريا. بعد خروج الاتحاد السوفيتي، الاحتلال السوفيتي من أفغانستان، بدأت فصائل المجاهدين اللي استطاعت أنها تخرج الجيش السوفيتي أنها تتصارع مع بعضها بالسلاح، وده أدى لفشل وانهيار الدولة الأفغانية يمكن لحد النهاردة. ويمكن يكون ده وللأسف وأتمنى لا هو السيناريو المعد بالفعل لسوريا. الثورة السورية كانت درس للعالم، وهو أن الحرية مش ببلاش. الشعب السوري ضحى بكل شيء، لكن النهاردة بيبدأ صفحة جديدة نأمل أنه يكون هو الكاتب الوحيد لسطورها. ويبقى السؤال دلوقتي، هل سوريا هتقدر تتخطى أحزان الماضي وتحديات الحاضر وغموض المستقبل عشان تبني مستقبل جديد؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة، واستنونا في حلقة جديدة عن الأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط. سلام ما بعد سلام.